ازيك يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ محمد سامي اسيستنت، بقالي 3 دقايق بس قاعد قدام الكاميرا وحرفيا خلاص بتصبب وعرقا. المهم ايه، النهارده فيديو بيخش جوه العقليه، يعني حرفيا من الشاشه للعقليه على طول، فاهمني؟ فويسين بعتوا على جروب الواتس، اساسي تسمعهم، ولكن انا هقولهم لك النهارده. تمام. اول فويس، هشغل اول كام ثانيه واكمل. طب يا جماعة دلوقتي في حد كاتب لي في كومنت فيما معناه ان هو عنده حالة برود شديدة وبتاع وانه بيعتقد ان الاحساس ده. واحد بيقول في كومنتات ان هو عنده حاله برود شديده، حاسس ان هو بارد، حاسس ان هو فاقد الشغف والى ما ذلك. بص بقى يا وحش، الحوار ده او طريقه التفكير دي، لا معلش انا اسف عشان دي بقى مهمه قوي. وكمان قال ايه؟ وهو بيظن ان سبب هذا الاحساس ان كده كده ايا كانت مجموع وايا كانت الكليه اللي هيخشها طز، كده كده المستقبل زي الزفت. الاتي، العقليه دي وطريقه التفكير دي هتتمسح بعد اول 5 دقايق في امتحان العربي، اللي هو اول امتحان يعني. عشان انت لو انت ازهر، معرفش اول امتحان بتاعك ايه يعني، هبقى بص معلش انا اسف. ولكن اول امتحان، اول 5 دقايق من اللجنه، طريقه التفكير دي هتتمسح. ليه يا عبد الرحمن؟ اقول لك الاتي. لما تخش وتبص على الاسئله، ايه ده؟ ما هي عاديه اهي، ما طلعتش بتطير يعني زي ما الناس كانت بتقول لي. طب ايه ده؟ طب ما انا عرفت احل اول كام سؤال اهو. لا هتصدق في امل؟ لا تصدق في امل ان انا اعمل حاجه؟ والله ينفع تصدق. اول بس ما تحس الاحساس ده، تلاقي طريقه تفكيرك تتغير تماما، وتبدا تفكر بقى بالطريقه الصح، اللي هي اصلا ان الكليه فعلا مهمه والمجموع مهم. فبعد اذنك بقى بدعوك ان انت تبدا تذاكر دلوقتي جامد قوي، عشان لما تخش جوه وتكتشف انه عادي، احساس الاكتشاف ما يصحبوش احساس بالندم. واخد بالك انت يا وحش؟ كده اول فويس. تمام، كده العقليه وصلت. ماشي، الفويس اللي بعده. يا جدعان، فويس من قلب الحدث، حاجة بجد يا جدعان في قمة. بجد الفويس ده ممكن يغير مجموع حد بنسبة 50%. اللي حصل كالاتي: النهارده رجعت من الامتحان، كنت داخل اكون او لا اكون، يعني يا عبد الرحمن كنت داخل امتحن، حرفيا داخل فعلا اختبر، داخل اختبر نفسي. انا حرفيا كنت داخل، انا ما اعرفش انا هنجح ولا لا، كنت فعلا داخل اختبر بقى قدراتي. ثانيه واحده يا عبد الرحمن، ده اصلا الامتحان ده اسمه اختبار، يبقى انت فعلا، يبقى ده الصح اصلا. مش فاهم حاجه يا عبد الرحمن. اقصد يعني من الاخر كده ان انا كنت داخل الامتحان مش معتمد ان انا حلل 1000 سؤال بقى وان انا هخش اخلص وبتاع، لا، كنت معتمد ان انا هخش واللي يجي في وشي ابدا ان انا افكر واتعامل. لان انا بقول لك على حاجه، كنت بمتحن حاجه ليها علاقه بالرياضه، يلا يا عم. فالرياضه مهما حليت هتخش هتلاقي ارقام مختلفه وظروف مختلفه. فكنت داخل بعقلي، داخل اللي هيجي لي هفكر فيه واتعامل، فاهمني؟ فدي برضو عقليتك. مش عايزك تبقى اللي هو ايه، انا حليت 1000 سؤال، تخش بقى اول ما تلاقي سؤال مختلف عن الاسئله اللي انت حللها، يلا هو اعمل ايه؟ لا، انت داخل بعقلك. عشان كده حتى عايز طريقه مذاكرتك وعقليتك تكون ايه؟ ان انت بتحاول ان انت تفهم، انت داخل تتعامل، داخل تشتغل، داخل تختبر نفسك فعلا، تختبر بقى قدراتك اللي انت عمال تنميها دي. هتعرف تحل المشاكل اللي اتحطت قصادك دي ولا لا؟ لايك، سبسكرايب، شير للفيديو ده عشان عاجبني قوي. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. جروب الواتس تحت في الوصف، ها.